سلاح المهارة. حسام غالي يحطها جوه المنطقة، فرصة هدف. هل فيها عرقلة؟ هل فيها حاجة ولا ما فيهاش؟ محمد فاروق اعتقد ادى صفارة وادى انذار وادى ضربة الجزاء. هو ابو تريكة نجم الشوط الثاني، هو ابو تريكة نجم الاهلي، عملها زمان وجاب ضربة الجزاء وعملها الان. ادي الكورة، قلت لكم سلاح المهارة. محمد ابو تريكة ينجح، العرقلة موجودة وضربة الجزاء صحيحة 100% لصالح محمد فضل. القرار ممتاز من محمد فاروق في الزمان وفي التوقيت. سيد عبد الحفيظ هيتجنن. ده ابراهيم رياض مدرب الحراس، واحد من اعظم المدربين، والاهلي محظوظ على مدى تاريخه بمدربي حراسه، سواء كان حازم كرم، عصام عبد المنعم، ابراهيم رياض، اكرامي، الراحل ثابت البطل اللي درب لفتره بسيطه، احمد ناجي وابراهيم رياض وغيرهم من المدربين. ضربة جزاء انقذها علي فرج في المباراة السابقة امام الحدود. هل ينجح هذه المرة؟ ابو تريكة يحاول ويكرر مرة اخرى التسجيل ليرفع رصيده من الاهداف الى 99 ويقترب من دخول نادي ال100. هل ينجح ابو تريكة في الدقيقة 79 في ادراك الهدف الثاني، هدف التقدم، هدف الفرحة للنادي الاهلي، ام ينجح علي فرج في معاودة التألق؟ ابو تريكة وعلي فرج وابو تريكة وجوه الجون، وجوه الجون. ابو تريكة عاد، سجل، ابدع، تفوق، تألق بدلا من الهدف 2 واصبح رصيده 99 وباقي على الحلو جون، باقي على 100 جون. ابو تريكة وحسن حمدي بهدوء وبرزانة وبثبات بعد ان غضب بعد الهدف الاول في مرماه، عاد وسعد واسعد ابو تريكة الجميع الاهلاوية وجماهيره بهدف ثاني. كاد علي فرج ان يصدها، حطها في الشمال، جت في ايده لكن قوتها خدت ايده. ابو تريكة يعود متألق متفوق مبدع، مسجل بدلا من الهدف 2، هدف في بداية الشوط الثاني وهدف في الدقيقة 80 والاهلي 2 والحدود 1. وسبحان مغير الاحوال.